5 علامات. لو فيك علامة منهم فلازم تراجع نفسك كويس قوي. عارف ليه؟ لأن معناها إن أنت على طريق غضب الله سبحانه وتعالى. ولو العلامة الأخيرة فيك بالذات يبقى أنت وصلت للنهاية. تصلوا على الحبيب. أول علامة لو أنت ما بتدعيش ربنا أو ما بتعرفش تدعي. خد بالك إن الدعاء ده في حد ذاته توفيق من الله سبحانه وتعالى. فلو ربنا ربط لسانك أو وقف لسانك عن الدعاء فمعناه أن ربنا لا يريدك، لا يريد أن يعطيك، ولا يريد أن يصرف همك، ولا يريد أن ييسر أمرك. وعلشان كده لازم تراجع نفسك كويس قوي في اللحظة دي. خلي بالك متى أطلق لسانك بالطلب والدعاء فاعلم أنه يحبك وأنه يريد أن يعطيك. الثانية لو دفنت ميت أو شيعت جنازة أو صليت على جنازة أو بلغك واحد من أصحابك أو الأنتيم بتاعك أو واحد قريب منك قوي أو من أهلك مات وأنت ما تحركتش، عادي ما كل يوم بندفن ميت يا عم الشيخ كبر دماغك. عارف معنى كده إيه؟ معنى كده سامحني إن قلبك قسي. معنى كده إن أنت خلاص ما عادش فيك أمل أو داخل على مرحلة إن ربنا هيطردك من رحمته. فحذر، لأنك لو عايز تعرف إذا كنت لسه فيك أمل وربنا راضي عنك فأول ما تسمع الموت تترعب، وأول ما تسمع الموت أو هادم اللذات أو ملك الموت لابد وأن تراجع نفسك، ما تنامش الليل. فمعنى كده إن أنت في حالة خطيرة جدا، أنت داخل على مرحلة صعبة جدا. خد العلامة الثالثة. العلامة الثالثة لو أنت سمعت الشيخ سواء في أسوان، سواء في الراديو، سواء في قناة في القرآن الكريم، سواء بتصلي بيذكر آية من آيات الجنة والنار وانت ما ارتعبتش وعينك ما دمعتش، فخلي بالك انت داخل على مصيبة. عارف ليه؟ لأن معنى كده ان انت سامحني ما بقتش حاجة تأثر فيك. ومن لم يكفيه القرآن واعظا فالنار تكفيه. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تشيبه صور اللي هي ذكر فيها العذاب وذكر فيها قصص الأنبياء وذكر فيها الجنة والنار، اللي هي شيبتني هود وأخواتها، الواقعة والحاقة، الصور اللي فيها أهوال يوم القيامة. أروح بيك للعلامة الرابعة، وإن أنت يبقى كل همك الناس. ها أخبار الفيديو إيه؟ الناس كويسين؟ مدحوه؟ تمام. ها الناس هاجموه؟ لا. وانت شغال عشان مين؟ عشان الناس ولا عشان ربنا؟ اصلا انا مش عايز اوصل رحم فلان علشان فلان ما بيوصلنيش. طب انت بترد له العمل بتاعه ولا انت بتنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى؟ اصلا انا مش هدي فلان علشان ما بينزليش من زور. هو انت بتتعامل مع مين؟ مع الناس ولا مع ربنا؟ اخر علامه ويؤسفني اقول لك لو هي فيك يبقى انت وصلت للنهايه. وصلت للنهايه في حياه نفسك، ومعنى كده ان ربنا غاضب عليك. عارف ايه هي؟ لما حد يجي يذكرك بالله ويقول لك انت غلطان او ارجع او انت على طريق الغلط فتزعل وتقول له خلي بالك الكلام ده ما ينفعش وانا كويس، وتفضل تجادل وتناقش. عارف ليه؟ لان سيدنا عمر رضوان الله عليه وارضاه كان عيل صغير يقول لهم انا ابكي لكم امير المؤمنين. يبكي ازاي؟ وقفوا له يا عمر اتق الله. فسيدنا عمر ينحني ويبكي بمثابة أن تقال له اتق الله، اللي انت بترفضها واللي انت مش حبيبها واللي انت أصلا ما بتتقبلهاش، واللي ربنا حذر من المصير ده في القرآن فقال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.